شاء الله النهاردة هنعمل أطباق الشاموا بالكريم كراميل غرقانة بصوص الكراميل والبسكوت بدون أي قوالب مخصصة. سهل وبسيط. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي أي نوع بسكوت شاي انت بتحبيه، باخده بطحنه كويس قوي وهضيف عليه نص كوباية من الزبدة. هقلبها كويس جدا مع بعض لغاية ما تصبح معايا شبه الرملة المبلولة، وأما أجي أضغط عليها ألاقيها إن هي متماسكة بالشكل دوت. هبدأ أجهز أطباق أو كاسات. هبدأ أضيف عليها كده البسكوت. طبعا الكمية دي عملت لي 6 أطباق من الكريم كراميل. هبدأ إن أنا أسويها كده وأضغط على البسكوت بالشكل دوت، وهبدأ أجهز الكريم كراميل. عندي باكت من الكريم كراميل. طبعا الباكت ده بياخد حوالي كوبايتين من اللبن، ما يعادل 500 ملي. هبدأ أضيفه. طبعا أنا ما ضفتش هنا أي سكر لأن احنا عارفين إن هو فيه نسبة سكر. لو عايزة تضيفي سكر ضيفي. بقلبهم كويس جدا وبرفعهم على النار لغاية ما يوصل معايا بالغليان بالشكل دوت. هبدأ أضيف عليه من 10 ل 12 قطعة من البسكوت. في الخطوة ديت لو هتضربيه في الخلاط فسيبيه شوية لغاية ما يبرد حاجة بسيطة، لكن لو هتضربيه بالهاند بلندر اضربيه كده بس، حاولي ما تضغطيش عليه الآخر عشان ما تجرحيش الإناء. وأول ما البسكوت داب معايا كده ببدأ إن أنا أضيفه على الأطباق. شايفين بقى القوام تقل معايا لأن كمان الكريم كراميل بيتقل بسرعة وبيبرد بيتماسك بسرعة. ببدأ أحطه في التلاجة من ساعة لساعة ونص، وأول ما بيطلع معايا شايفينه بقى متماسك وشايفين طبقة البسكوت. طبعا شكله ريحته جميلة جدا. طبعا في الخطوة دي ممكن تزينيه بالكاكاو أو تزينيه بصوص الكراميل. أنا زينته هنا بصوص الكراميل الموجود في الباكيتات. استخدمت هنا حوالي 2 وزينته كده على الوش بالمارشميلو. طبعا تزيين اللي يناسبك اعمليه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصلكوا كل جديد. شايفين بقى الشكل عامل ازاي. طبعا انا بسيبه طبعا يتحط في التلاجة عشان يتماسك اكتر. طيب شايفين بقى الصوص مع الكريم كراميل وبسكوت، يعني روعة. سهل جدا وبسيط. طبعا بيحبوه الكبار والصغيرين. جربوه هيعجبكم، ما خدش مننا وقت خالص. وشايفين بقى ان هو كده غرقان بالصوص. جربوه هيعجبكم وبالهنا والشفا.